بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الفل. النهارده ان شاء الله معانا تويوتا كرولا موديل 2019 خليجي. دراسة الأرضية دي معمولة في الخليج، مش احنا اللي عاملينها. دي خليجي صالون بيج، وكان الطابلون نفسه برضو بيج، بس صاحب السيارة طلب مننا نعمله اسود، القطعة الصغيرة والقطعة الكبيرة اللي فيهم فتحات التكييف، وطلب مننا كمان جراب للطارة هاند ميد متفصل وداخل تحت المالتي مع غرزة اسود ما شاء الله. اما فرش الكراسي اختاروا جملي بخيط جملي، تصميم بالمكنه الكمبيوتر رسمه التويوتا الجديده الشكل الجديد ل 22 مع مخدع الكونسول مع قطعتين الابواب اللي هم كانوا قماش اسود، عملناهم جلد جملي ما شاء الله. حاجه طبعا احنا ما بندخلش في الالوان، احنا بنبيع صنعه، يعني اديك غرزه مسطره، اديك اي تصميم تختار يتعمل اعمله لك. شدة كرسي مظبوطه، تقعد مهما تقعد على الكرسي ولا يهرر ولا يكشكش ولا يحتاج يتشد. التجسيم ده ما فيش اي اثر في الفرش الاصلي بفضل الله. عندنا استعداد نفك الفرش ده واوريك الاصل سليم ولا لا، ولا تقطيع ولا تخريم فيه ولا اي حاجه خالص. مخدع كونسول مظبوط زي ما قلت لك، الغرزه ما فيش حوجه في الخيط، ما فيش كشكشه في الجلد ما شاء الله اللهم بارك. خلينا افتح لك جنب جنب وباب باب كانك قدام العربيه عشان تستلم الشغل، ولو لقيت اي ملحوظه قول على طول. بسم الله. ادي البابين التانيين، ظهر الكرسي بجيوبه بتفصيلته بكل حاجة. ده شغل الخليج، يا اما بلاستيك شفاف يا اما الجلد المطرز. عندنا هنا في مصر احنا بنعمل جلد سادة، فهي ما كانتش محتاجة دواسة أرضية، عشان كده احنا ما عملناش غرزة. مخدع بيقفل مظبوط وبيفتح مظبوط، كل حاجة على وضعها اللهم بارك. فتحات الحزمة نفس الكلام، غرزة في مخدع مسطرة، غرزة هنا مسطرة. خلينا نقفلك برضو الناحية التانية. بسم الله. ادي الباب التالت ما شاء الله. بص الغرزة نفس الكلام، لازم تبقى الغرزة في الدوران كده مسطرة، مفيش حاجة معوجة ولا في جلد عامل كشكشة في الدورانات. بفهمك وبقرب لك وبوريك عشان لو ما جيتش عندنا تستلم شغل هتدفع فيه فلوس، يبقى انت عارف انت بتستلم ايه. شده مظبوطه، تجسيم من غير تقطيع في الفرش. خلينا افتح لك الباب الرابع والاخير. بسم الله. نفس الكلام، ادي القطعه اللي كانت بيج عملناها اسود ما شاء الله. تويوتا كرولا. بص المنظر من هنا من الفتحه اللهم بارك. اسف لو طولت عليكم، اتمنى تتابعونا على طول، ما تنسوش مننا. اشكركم شكرا جزيلا، السلام عليكم.